عمرو السولية: حققت كل حاجة مع الأهلي في 9 سنوات، وأرغب في العودة لتمثيل المنتخب والمنافسة على كل البطولات مع سيراميكا. القضية هي البطولة الأهم في مسيرتي، اكتسبت حب جمهور الأهلي وهو أغلى ما خرجت به. اللعب مع علي ماهر سيكون مختلفا، ووجوده سبب تحمسي للانتقال لسيراميكا. فتوح يبدأ برنامجه التدريبي المنفرد لحين انتهاء التحقيق. الأهلي يفتتح مبارياته في الدوري المصري أمام مودرن سبورت، والزمالك ضد سيراميكا. أحمد شوبير: كوكا لا يريد البقاء، والأهلي أبدى مرونة في بيعه. الزمالك يواجه بيراميدز في الجولة العشرين من الدوري المصري. مكافآت الدوري المصري للموسم الجديد: 1,000,000 جنيه لكل نادي بعد نهاية الموسم، و5 ملايين جنيه لبطل الدوري. علي جبر يجدد تعاقده مع بيراميدز لمدة موسمين. لائحة الدوري المصري للموسم الجديد: يحق لكل نادي تسجيل عدد 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين في نفس الوقت داخل الملعب 5 لاعبين فقط. عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك: اعتراضا على عدم إعلان مواعيد المباريات، كنا قعدنا وشفنا القرعة في التلفزيون. عقوبة الانسحاب في لائحة الموسم الجديد في الدوري المصري: في حالة اعتبار الفريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع غرامة ماليا وفقا للائحة العقوبات، مع اعتباره مهزوما بنتيجة 3-0 بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده، خلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما.